الحقيقة نحن فخورين جدا بحضورنا اليوم معكم. هي اللعبة كانت من أحب اللعبات على قلبنا، لكن تركناها بسبب الحروب والمعارك ومشاكلنا الكثيرة. ف فبدكم ما تحاسبونا على نفس مستوى الشباب الطيبة. هو رحنا للعبة نحن تانية تشبه اللعبة هي، يعني فيها خطة وفيها هجوم وفيها دفاع وفيها هزيمة وفيها انتصار كمان. صحيح؟ الله يسلمكم جميعا. اللي شايفينه اليوم نحن كمان متفاجئين فيه، فيمكن هي البداية بعدها. لربما المستقبل رح يخبي لكم شيء أكثر من هيك إن شاء الله. الله يسلمك. بالحقيقة سيادة الوزير بذل جهد كتير كبير، هو من عشاق لعبة السلة، يبدو متحيز لإلها كمان باين. بذل جهد كتير كبير شخصي ودعم حاله لحاله كتير، يعني نحت لحتى اشتغل. وهي صفة وزرائنا الحاليين، نحن منكلف والباقي عليه، فندعمه قد ما بنحسن. من كم يوم قدم استقالته بس يمكن ما وافقنا له عليها. الله يسلمك. تسلم. الله يسلمك. يمكن شغله كثير منيحه انه كان التاريخ السوري اللبناني بين الشعوب دائما في علاقه كثير حلوه وطيبه بتخربها السياسات، فمنيح انه تكون اول فعاليه بين سوريا ولبنان تكون بهاللعبه هي. لكن في قواعد خاصه بين لبنان وسوريا، انه ما في بيناتنا غالب ومغلوب، فاي طرف بينتصر نعتبر كلياتنا منتصرين. لربما شايفين هالدقة بالإنجاز، هي الصفة الأولى لسوريا إن شاء الله. سوريا تعبت كثير هي ولبنان بالحروب والمآسي، وصار الوقت لحتى نحط حد للموقف هذا وننتقل للبناء والعمار. فالله يسعد أيامكم والله يعين على خدمتكم جميعا. الله يسلمك.